السلام عليكم أصدقائي يا من تعشقون طيور زينة، حياكم الله. أي طيرين تشتريهم وتخليهم بالقفص وتشوفهم ما حد له خلق الثاني، يعني واحد شبعان من الثاني، ايش راح تسوي؟ تدخلهم فترة التشويق. فترة تشويق كل واحد تخليه بقفص واحد وتخلي بيناتهم حاجز كرتون أو أي شيء تخلي بيناتهم، وتركز عليهم بالغذاء الصحي وترفع صحتهم والمناعة. دائما أكرر على المناعة، وتخلي صحتهم ممتازة، وتخليهم شهر شهرين. إذا شفت الذكر ظل يغرد سواء كناري أو كروان أو بلبل أو حسون، أي شيء أي شيء، تخلي بيناتهم فاصل من شوفه يتشوق، تجهزهم بنفس الفترة. مو نفيت تجهز الذكر ما جاهز، غلط، اثنينهم جاهزين. أنا أركز عليهم بالجزر، البروكولي، التمر، اللوز، أي شيء. هسه ذول الاثنين خليت النثية الدنغش والذكر حسون. والشغلة الثانية ما أخلي لا الدنغش يسمع صوت دنغش خارجي ولا الحسون يسمع صوت حسون ثاني، حتى يآلف صوتها وتآلف صوته. تلاحظون البروكولي، أحد الأخوان يقول لي كلش صعب، ما حد عنده خبرة بالعراق بالحسون. أنا مثلك قبل 3 سنوات أو 4 أشوف معجزة، أتمنى حلمي الحسون تبيض عندي، لكن زغرت المشكلة وما كبرتها ولا ضخمتها، وشفتها بسيطة، وطبيت دورات ويا أحد الأخوان. الحمد لله والشكر، الإنترنت موجود وكل شيء سهل. ولا تقول ماكو أكل مال حسون، كل شيء أكو بالعراق. أنا أتمنى أكو أشياء عندنا اللي يعد بالعراق كل شيء أكو. البربيل، الجرجيل، اكو عندكم النيجر، البذور النيجر وبذور القنبز وبذور الكتان، كل شيء متوفر، شفته بالعراق. بس اهم شيء انت لا تقول هاي المشكله كبيره، ما احكي بس بالطيور، جميع مجال الحياه، اي شيء تكبر المشكله قبالها كانه بنتصير قزم قبالها. لا، قول انا اقدر، توكل على الله واجتهد واقرا واسمع المحاضرات مال الطيور، كل شيء تقدر تفرخ. تلاحظون اركز عليهم، اخلي لهم ماي التمن، واخلي لهم العصارة الفلفل والثوم، واخلي صحتها ممتازه. من اشوفه يظل يغرد تقريد كلش قوي. الحسون قبل لا يطب مرحله الفول يصير فول جاهز، يجي لي منقار، المنقار يتحول من اسود الى ابيض، يكون جاهز. بعدين التغريد يصير قوي. والانثى ما احط لها العش احد الاشياء اللي تحفز الانثى على البيض، ما اخلي لها. لما انا اشوف الذكر شوي جاهز اخلي لها عيش، تحوس بالعيش، وتالي تاخذ وضعيه الجلوس، شلها تريد واحد يزاوجها. اذا وصلوا لهاي المرحله اهد عليها الذكر ويتزاوجون باذن الله. هسه عندي مجال كلش طويل، من شهر ابريل مسافه كلش طويله على ما يجهز ويتحضر. فانت اي شيء، حتى البلبل اذا عندك خامل وكله قاعد ويا الانثى مو بحالها، اعزلها عنها، شوقها له، فقط يسمع صوتها وتسمع صوته. هذا احد عوامل التحفيز بالنسبه للطيور. اي طائر يعني، ما استثني اي طائر اذا شفتم. اما اذا جاهزين اثنينهم ماكو داعي تعزلهم. وأتمنى التفاعل والنشاط، مثل ما احنا نتعب ونصور بهذا الثلج ونقدم الحلقات. الهدف صحيح، هدفنا الأول والأخير نفيد المبتدئين، وأيضا مناظر جميلة أقدمها لعشاق طيور زينة، لكن بالمقابل أكيد تسعدنا الكلمة الطيبة والتفاعل. وأنا أشكر الأخوان المميزين اللي دائما يكتبون لنا ويشجعونا على ما نقدم. هذا شيء يسعدنا ويفرحنا أكيد، ويخلينا نقدم المزيد. وتلاحظون هذا الحسون والدنغش خليتهم، وإن شاء الله أتمنى بحيل الله نحصل منهم هجين على الموسم الجاي بالصيف القادم، إذا الله جعلنا من الأحياء. وننتظر إن شاء الله، مثل ما قلت لكم، الأكل الصحي أقدمه لهم، وأيضا الأكل اللي يحفزهم على التزاوج. السمسم أكتب عنه، السمسم فوائده كلش ممتازة بالنسبة للطيور. خليتهم تقريبا 3 أشهر أو 4 سوية ذولا، وبعد ما تآلفوا قاموا ما يتعاركون وارتاح لها. وشفت بالليل ينامون واحد يم الثاني، لكن تغريد ماكو، ساكتين. بهاي الفترة ما شفته ظل يحبها وتحبها هي، عزلتهم حتى يتشوقون منا للربيع يصيرون جاهزين. انت كذلك إذا عندك طيور ما متحمسين أو ما متشوقين، شوقهم بهاي الطريقة، ابتعد عنهم. وحياك.